أخبار النادي الأهلي ينفي امتلاك عروض لبرونو سافيو واقتراب اللاعب من الرحيل، ويؤكد أن خروج اللاعب من حسابات المدرب لا يعني رحيله، وأن تجربة اللاعب سيتم تقييمها في نهاية الموسم وبناء عليها سيحدد مستقبله. كولر يستبعد أيمن أشرف وبرونو سافيو من قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني لأسباب فنية. تدريبات الأهلي في القاهرة تظهر أن كولر سيهاجم الهلال السوداني من الدقيقة الأولى وإحراز الهدف مبكرا. محمود الخطيب يحضر مران الأهلي لدعم اللاعبين قبل مواجهة الهلال السوداني بسبب تواضع مستوى حارس الهلال السوداني. لاعبي الأهلي يتمرنون على التسديد من بعد لاستغلالها في المباراة. مخاوف كبيرة في الهلال بسبب المهارات التي يمتلكها أحمد عبد القادر وحسين الشحات لاعبي الأهلي. تحذيرات شديدة من مدرب الهلال للاعبيه من ترك حمدي فتحي يتحرك بأريحية كبيرة. الخطيب يشكر وزير الرياضة لمساندته لبعثة الأهلي للسودان وتواصله مع السفارة المصرية هناك. الصحافة السودانية تواصل إثارة الجدل بعد وصول بعثة الأهلي للسودان، ويؤكدون أنه لا يستحق لا أهلا ولا مرحبا. الأهلي يبدي إعجابه الشديد بالتعديلات الجديدة الخاصة بكأس العالم للأندية والمقرر تعديلها 2025، ذلك لتكافؤ الفرص بين أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا والأرقام الكبيرة التي ستحصل عليها الفرق في البطولة. بيوتشر يزاحم الأهلي في الدوري بعد الفوز على الحدود بهدف نظيف.